وكل سنة وأنتم طيبين، وهافضل أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين طول شهر رمضان الكريم. هو الدكتور اللي بيكتب علاج بيولوجي معناه إنه حكم على المريض إنه هياخد العلاج ده طول العمر أو العلاج الموجه؟ هذه الحقيقة جملة خاطئة تمامًا. ليه؟ لأنه كتير من الحالات بعد ما بتتحسن العلاج البيولوجي أو العلاج الموجه بنبتدي نقلل الجرعة لأقل جرعة مسيطرة على المرض، وبعد فترة كافية من الخمول التام للمرض، وده بيحصل في نسبة مش قليلة من المرضى مع الأدوية الجديدة، بنبدأ نقول للمريض إحنا هنقلل الأدوية، وفي بعض المرضى بشرط تغيير نمط الحياة، البعد عن الزعل والنكد، الرياضة المنتظمة، النوم السليم، وتقليل الوزن، والتوقف عن التدخين. ساعات كتير أوي بنوقف الأدوية البيولوجية ونرجع تاني لدوا تقليدي. طب ما كانش جايب نتيجة في الأول، ما هو لما هدينا المناعة وغيرنا من نمط الحياة بدأ يبقى نتيجته كويسة. فهو مش حكم نهائي إنك لازم تستمر على العلاج البيولوجي، إنما العملية دي الوحيد القادر إنه يقول عليها وينفذها هو دكتور الروماتيزم. ودمتم سالمين.